مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مع فيديو جديد من قناتنا أريزاد. فيديو اليوم هو طريقة تحضير طاجين اللحم بالبرقوق. كما تشاهدون هذا الطبق مغربي بطريقة بسيطة وشهي ولذيذ. باش نحضروا هاد الوصفه راح نحط لكم مكونات الوصفه على سطح الفيديو. هنا ناخذ الكمية من الزيت الزيتون ونحط عليها كامل هذوك التوابل، الملح والفلفل الأسود والزنجبيل والزعفران الحر مع ملون غذائي، ونمزجوهم كامل مع بعض ونخلوهم حوالي 5 دقائق. نحطوا هذاك اللحم فوق الطاجين ونحطوا فوقه كمية من الثوم المهروس والبصل المقطع مربعات كما تشاهدون، ونخلوهم يتقلاو. بعد اللي يتقلى هذا الطاجين نزيدوا له حوالي كمية قليلة من الماء ونخلوهم يطيبوا فوق نار هاديه. في هذه الاثناء نحضروا اللوز والبرقوق. في كاسرونه نحطوا كأس من الماء ونحطوا فوقه هذاك البرقوق يغلي لمده حوالي 5 دقائق. من بعد نضيفوا ليه ملعقتين من السكر وملعقه من الزبدة وعواد القرفة، ونخلوهم فوق النار يطيبوا حتى تلاحظوا انه البرقوق بدا يتعسل. من بعد نزينوا به الطاجين كما راكم تشوفوا. هنا ولا عندنا طاجين برقوق باللحم واللوز المحمر بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة. نتمنى تجربوها لأنه عندها مذاق جد لذيذ. ما تنساوش إلى عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وأي استفسارات حطوهم لي في التعليقات وأنا راح نرد عليكم بإذن الله. نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر. مع السلامة.